ابنك قاعد قدامك هادي ماسك الموبايل وانتي مطمنة، بس تحبي أقولك الحقيقة؟ هو ممكن يكون بيحكي كل أسراره مش ليكي، بيحكيها للذكاء الاصطناعي. في بيوت كتير دلوقتي في مراهق ماسك الموبايل طول الوقت، والأهل مطمنين طالما ساكت، طالما قدام عينهم، طالما مش عامل مشاكل. لكن المفاجأة إن نفس المراهق ده بيحكي أدق مشاعره ومشاكله النفسية للتشات جي بي تي أو أي ذكاء اصطناعي. السؤال مش ليه بيكلم الذكاء الاصطناعي، السؤال الأخطر ليه مش بيحكي للي في بيته. تعالوا نفهم السبب بصدق. السبب الأول، المراهق وهو بيحكي للذكاء الاصطناعي محدش بيقاطعه، محدش بيقوله أنت غلطان، محدش بيقارنه ولا يحسسه إنه أقل من غيره، هو بس بيتكلم. السبب التاني، الخوف. الخوف من خيبة الأمل، الخوف من الرقابة، الخوف من الأحكام. زي بنت صغيرة حبت زميلها ومش قادرة تقول لأمها، فتكتب للذكاء الاصطناعي لأنه مش هيزعق ولا هيحاكم ولا هيخوفها. السبب الثالث، جملة بنسمعها كتير: ماما مش هتفهمني، مش لأنها أم وحشة، لكن لأن الزمن اتغير والمشاعر بقت أعقد. السبب الرابع الأهم، المراهق محتاج احتواء مش نصايح، ومحتاج حد يسمعه مش يفلحه، وده للأسف مش متوفر دايماً. طيب نعمل إيه؟ الحل العملي: ألف، افتحي باب الكلام من غير تحقيق، من غير هجوم، من غير جلد ذات. قولي أنا موجودة لو حابة تحكي، حتى لو مش دلوقتي. الجملة دي وحدها أمان. 2، اسمعي وبس. أكتر حاجة بتقفل المراهق التصحيح، التقليل، والمقارنة. أول جملة لازم يسمعها: حاسة بيك، مش أنا قلتلك، ولا وأنا في سنك كنت. 3، اعترفي إن الزمن اتغير. قولي يمكن أنا مش فاهمة كل اللي بتمر بيه، بس عايزة أتعلم منك. الجملة دي بتفتح قلوب. 4، خليكي الملجأ مش المحكمة. البيت لازم يبقى مكان أمان مش ساحة محاكمة. المراهق لازم يعرف مهما حصل هيرجع البيت. 5، استخدم الذكاء الاصطناعي صح، لا للمنع التام، لأن المنع يساوي كذب وبعد. الصح، اسأليه بيتكلم عن إيه، خلي الذكاء الاصطناعي أداة مش بديل، وإنتي وبابا تفضلوا الأصل والأمان الحقيقي. لو ابنك اختار يحكي لذكاء اصطناعي، ده مش لأنه وحش ولا لأنك فشلتي، ده لأنه كان محتاج حد يسمعه. السؤال بقى، لما يحب يحكي هيلاقيكي ولا لأ؟